صدمة يوم، صدمة مفاجأة علينا، صدمة كلش صدمة صعبة، كلش صعبة. نطالب رئيس الوزراء ياخذ لنا حقنا، وهنا يحاكموا ببغداد، ما نريد محاكمته هناك، هنا ببغداد يحاكموا، لأن كلش صدمنا وكلش أذانا وجوا قلبنا هواية، لأن ما مسوي شي، ما مسوي شي، هو دا يفاككم بينه وبين صديقه، بس هو أذاه وضرب عوفه، رجع عليه مرته 6 طلقات ضاربه، ما خال مكان بجسمه ما ضاربه. نريد محاكمته ببغداد، ونطلب من رئيس الوزراء بأنه ياخذ حقنا. راح دا يفولون بنزين هو وصديقه عبد الله شخصيا، دا يفول بنزين، واقع بنزين بالقاع، صاير متحاكين مثل ما شفتوا بالفيديوهات. يعني موضوع كلش تافه صراحة، موضوع يعني انه حتى ما يسولف. راح حاجة جايب اسلحه وضاربه، قتله. شنو هالجرم؟ شنو هالقتل؟ شنو هالبشع؟ شنو هالحقد؟ ليش دم ما راح يشهدر؟ لا حد ما وصل ويانا، لا حد اجى اصلا يعني الموضوع. لا تليفون حمودي بعد هناك، غراضه مستمسكاته، شهاده وفاه اصلا ما استلمناها، من جبناه من بغداد، من اربيل لبغداد، بعدين طلعناه للنجف، كله عن طريق مال الطب العدلي، شهاده تقرير الطب العدلي. اجراءات ما كامله لحد الان. يعني انه احنا مطلبنا حبيبي، مطلبنا عن طريق قناتكم الموقره، مطلبنا الوحيد انه نقل الدعوه الى بغداد حتى لا يسيس الموضوع، واتخاذ بكافه الاجراءات اللازمه. طبعا اعزي نفسي واعزي اهل المرحوم واعزي عائله ميناء السام بهذه المصيبه، بهذه الجريمه. حقيقه هي جريمه كبيره. يعني احنا الكل شاف الفيديو شلون يقتله ويرجع ينفذ عليه بدم بارد. يعني هذا العمل اجرامي، عمل غير انساني، وهذا الشخص مجرم متمرس بالقتل. حمودي شاب عمره اقل 30 سنه، بطل دولي، شاب بعد الحياه قدامه، ومشروع بطل عالم، وشاب طموح، وانسان هادئ جدا، وانسان مثقف ومحترم مؤدب. يعني البارحه كانت صدمه لعائله ميناء السام، وصدمه للمجتمع العراقي. يعني انا هاي صارت رأي عام.